السلام عليكم. عايزة أقول لكم بقى إن أنا باعمله حلو أوي، البصل القوارمة ده دلوقتي الموسم بتاعه هو موجود في السوق وبكثرة وب3 جنيه الكيلو على فكرة، مش غالي خالص، بالعكس ده إحنا هنعمله هيفضل معانا فترة طويلة جدًا وهيوفر لنا كتير في الفلوس، من غير ما أغسله أنا جايبة كيلو زي ما قُلت لكم، والحجم الصغير ده بيبقى أحلى حجم بصراحة. وسواء بقى جبتوه أبيض أو أحمر، أنا طبعًا باعشق البصل الأحمر، الاتنين بيتعملوا بنفس الطريقة وبيفضل كده مقرمش وطعمه تحفة، جنب طبق عدس كده والّا طبق فول بتاع يوم الجمعة، حاجة كده روعة. المهم إن أنا بعد ما غليت المَيّة كويس أوي، طفيت عليها وحطيت البصل وهادّي له تقلبتين وأغطّي بقى وأسيب لحد ما المَيّة دي تبرد خالص، أنا مش باسلقه. وبعد بقى ما المَيّة بردت خالص والبصل برد، هتيجوا تقشّروه هيتقشّر معاكم بمنتهى السهولة، بس أهم حاجة وأنتم بتقشّروه ما تجروش عليه أوي، يعني إيه؟ يعني أمّا تيجوا تقطعوا الراس كده اللي هي فيها الحتّة الشرشوبة اللي من فوق دي، لأ مش دي، هاقول لكم، يعني بُصّوا، أيوه الحتّة الشرشوبة دي، يعني ما تجروش عليها أوي، ما تجرحوش البصلة، وكمان الحتّة اللي في الديل تقصّوا منها حتّة صغيّرة أوي وتسيبوها عشان تفضل البصلة كده ماسكة نفسها. خلّصتوا كلّه بقى، شايفين بالمنظر ده؟ بعد كده بقى هابدأ أعمل الخلطة، الخلطة بسيطة أوي وباحبها جدًا في كل تقريبًا المخللات، إن أنا باحط جزراية بتدّي تسكيرة حلوة أوي، وكمان معلقة بابريكا ونُص معلقة شطة، وما تقلقوش من الشطة هو مش هيطلع مشطشط أوي، يعني نُص معلقة كده هي بتحافظ عليه مش أكتر، وبعد كده بقى باحط فصين 3 توم، التوم ده اختياري بس أنا باحب بصراحة أحطه على البصل أو على الخيار، وهاحط يعني معلقة إلا ربع كده سكر، السكر ده يا جماعة هيدّي بقى تيستة حلوة أوي وكمان مادة حفظ، وأحط عليه معلقتين خل بس ما تزودوش على كده. أنا دايمًا باسمع إن في ناس بتحط نُص كوباية وربع كوباية وحاجات كده، لأ أنا باحط معلقتين بس، وبعد كده هاقلّب بقى كل الخلطة دي مع بعض وأعبيهم في برطمان. وللأسف ما عنديش برطمان إزاز، أنا دايمًا باحب المخللات أخلّيها في برطمان إزاز، باخاف إن المادة بتاعة البلاستيك دي تتفاعل مع الملح والحاجات دي، بس للأسف ما عنديش بقى، فأنتم لو عندكم يكون أحسن طبعًا. بعد كده بقى هاعمل محلول الملح اللي إحنا هنخلّل بيه. أول حاجة جبت لتر مَيّة وبعد كده غليتهم كويس أوي على النار، وبعد ما غليوا سِبتهم يبردوا خالص، بعد كده بقى هاحط الملح. وحطيت عليه 3 معالق من الملح الصخري اللي أنتم شفتوه، لو مش موجود الملح الصخري ده ممكن تحطوا أي ملح تاني، بس هو بصراحة بيبقى حلو أوي في المخللات. وطبعًا أنتم كان ممكن تقولوا ممكن نحط الخل والسكر والحاجات دي مع المَيّة برضه ونقلبها، بس أنا خُفت أحسن ما ياخدش الكمية كلها، هو فعلًا ما أخدش المَيّة دي كلها، فيعني هنبقى هدّرنا كتير من الحاجات اللي إحنا حطيناها. وبعد كده بقى هاحط عصرة ليمون، يعني هي ليمونة كده صغيرة، طبعًا في ناس هتعترض بس أنا باحب إن أنا أحط الليمون ده علشان خاطر بيبقى مادة حفظ، وكمان بيدّي له taste من بعيد كده إن هو فيه مزازة بسيطة، وبعد كده طبعًا هاحط معلقتين 3 زيت، وأقفل عليه كويس أوي، بس خلّي بالكم إن السوايل دي لازم كلها تغطي البصل، يعني مش عايزة أي حتة بصلة كده تبقى طالعة في الهوا، ولازم على الآخر البرطمان يتملي، زي ما أنتم شايفين كده. و10، 12 يوم بالضبط حسب حجم البصلة، كل ما كانت صغيرة كل ما هتاخد وقت أقل في التخليل، وهيبقى معاكم أحلى بصل مخلل في الدنيا. أنا أسماء بحيري لو أول مرة بتشوفوني، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تشتركوا وتنوروني، ويا ريت تفعلوا زر الجرس علشان أي وصفة جديدة إن شاء الله أنزلها ييجي لكم إشعار بيها، وألف ألف هنا وشفا، والسلام عليكم.